اخيرا صدور الجزء الرابع من مسلسل اللعبة. الصراحة يعني انا كنت منتظر المسلسل ده بعد الجزء الثالث، يعني كنت منتظر اشوف الجزء الرابع ومتحمس للمسلسل ده. والمسلسل كان المفروض هيتعرض قبل رمضان بس اتأجل ونزل بعد رمضان، ونزل منه لحد الان وقتنا هذا يعني 5 حلقات. طبعا انا بقالي اسبوعين ما بعملش حلقات يعني، بس الصراحة ما اكدبش عليكم يعني ما كنتش شايف ان في حاجة محمسة اتكلم عنها او اتكلم عليها، يعني كنتش شايف حاجة بتفرج عليه متحمسه ان انا اعمل عليه. بس اول ما نزل المسلسل بتاع اللعبه لازم قلت اعمل لكم حلقه ونتناقش في المسلسل. وفي الحلقه دي هنناقش ال5 حلقات وهل كانت البدايه موفقه ولا لا. وبالنسبه لي دي اقوى انطلاقه عن الاجزاء اللي فاتت، يعني اقوى انطلاقه في الجزء الرابع بالنسبه لي. دخلنا على طول في التحديات، واللي شفنا فيها 3 تحديات بالنسبه لي حلوين جدا وفيه شويه كوميديا يعني لذيذه جدا، واستمتعت بال5 حلقات. يعني صراحه انا كنت منتظر وعندي شغف جدا اشوف الجزء الرابع، خصوصا يعني ان الجزء الثالث بالنسبه لي ما عجبنيش خالص. يعني بالنسبه لي من اسوأ الاجزاء هو الجزء الثالث، ما عجبنيش جدا. حسيت ان فيه ما فيش حاجه مكتوبه صح، التحديات ما فيهاش كوميديا، لا. ال5 حلقات بالنسبه لي في الجزء الرابع كانت اقوى انطلاقه بالنسبه لي يعني. واشكر مؤلفي المسلسل على شويه تغييرات حسيتها فيه، يعني حسيت ان في شويه حاجات مبذوله في القصه. يعني بشكر لحد الان متحمس جدا اشوف باقي الحلقات، يعني ال5 حلقات والتحديات اللي معموله فيه في شغل محترم جدا وكوميديا فيها كذا حلقه. يعني الحلقه الثالثه بصراحه يعني صريخ ضحك بصراحه، يعني كوميديا لذيذه جدا واستمتعت في الحلقه الثالثه. فيها شويه كوميديا والحاجات اللي بتحصل يعني، والتحدي نفسه يعني بالنسبه لي كان كوميدي جدا وعجبني. اكتر حاجات ايجابيه شايفها في ال5 حلقات ده، هتقول لي طبعا انت لحقت تشوف الايجابيات والسلبيات، هقول لك لسه. بس ال5 حلقات بالنسبه لي كانوا مبشرين جدا وادوني دافع ايجابي ان انا اتكلم في حاجه شايفها اتعدلت من كتاب المسلسل. شخصيه سعدون واللي بيقوم بها احمد فتحي، انا بالنسبه لي كانت شخصيات على المستوى الثلاثه سيزون دول كنت شايف الشخصيه دي بستظرفها. انا حاسس ان في استظراف زياده، ما فيش كوميديا طالعه من الشخصيه. حاسس احمد فتحي ما فيش كوميديا طالعه مني، يعني كله استظراف غير يعني في مشاهد قليله ان انت ممكن تضحك مني. لكن الشخصيه دي بالنسبه لي في ال5 حلقات اللي ظهروا راسيه جدا وبتطلع كوميديا بسلاسه من غير حزق ومن غير اي حاجه. لا، الكوميديا طالعه وحديها كده واحده من غير استظراف. لا، وشايفها يعني الشخصيه تحت احمد فتحي بيطلع منها شويه كوميديا حلوين جدا. في اللعبه طبعا لا يعلى عن وجود يعني محمد ثروت فيه بصراحه. من اسباب نجاح المسلسل ده وان هو مستمر لحد الان محمد ثروت كان من الاسباب الرئيسيه دي. يعني بالنسبه لي الشخصيه بتاعته شخصيه جميل بالنسبه لي، واللي عاملها وهو دمه خفيف اصلا، يعني بالنسبه لي من العوامل الاساسيه اللي ساعدت في نجاح المسلسل ده مع هشام ماجد وشيكو. ايضا الفنان سامي مغاوري طبعا بشخصيه بسيوني الملط من اكتر الناس اللذيذه في المسلسل وبتضحكني بصراحه. والشخصيه دي بالنسبه لي لو اتعملت كاركتر في فيلم ممكن هتضحكنا برضه. يعني بالنسبه لي اكتر شخصيات اللي شايفها مكتوبه حلو جدا، وسامي مغاوري طبعا اضاف للشخصيه كتير جدا. يعني بالنسبه لي ده انا بحب الراجل ده وبحب شخصيه بسيوني الملط. طبعا نسبه الغباء اللي بتضحكك واللي هي بالنسبه لي من العوامل الرئيسيه جدا مدى الشخصيه دي ان هي غبيه بتطلع منها كوميديا حلوه جدا. والكتاب المسلسل مستغلين الشخصيه صح، والكوميديا اللي بيطلع منيها بصراحه يعني انا مستمتع جدا بسبب غوري والدور اللي بيعمله ده. وفكره اول تحدي بالنسبه لي يعني الفكره حلوه جدا، يعني فكره ان انت تعيد الحدث تاني اللي كنت عليه اصلا قبل كده وتعيده تاني بصراحه يعني لذيذ جدا وضحكني. انا في الحلقه الثالثه كانت من التحدي ده كان حلو جدا، وكان الحلقه الثالثه بصراحه كانت يعني فيها قمه الضحك يعني بصراحه. ومتحمس اشوف التحدي الاخير اللي هو في الحلقه ال5 طبعا، واشوف تكملته في الحلقه السادسه اللي هي اكيد هتنزل لو انا ابغى اصور الحلقه دي. يعني متحمس اشوف بقى التحدي الصراحه، وشكله هيكون تحدي حلو جدا. في الحلقه ال5 بان ملامح التحدي، وبصراحه كل التحديات المعموله دي موفقه جدا والبدايه قويه جدا للمسلسل. اتمنى بعد ما المسلسل يخلص اجي تاني واعمل حلقه واتكلم ان المسلسل ده والجزء الرابع تفوق على ال3 اجزاء السابقه. اتمنى هذا، واتمنى باقي الحلقات تكون على نفس بدايه الانطلاق القويه في ال5 حلقات ويستمروا شوف ضحك اكتر من كده. اتمنى جدا يعني. وبالنسبه لي المسلسل ده بيجي في معزه الكبير قوي. يعني هتقول لي انت بتقارن كبير قوي في اللعبه، لا انا ما بقارنش. يعني ده بالنسبه لي يعني من انجح سلسله بعد الكبير قوي اللي هي ناجحه على المستوى الكوميدي. يعني الكبير قوي باجزائه ال7 اللي اتعمل، ده المسلسل بالنسبه لي الوحيد اللي هو لسه مكمل على نفس القاعده الشعبيه الكبيره ليه جماهير كبيره جدا اللي خلقها من الجزء الاول. نفس انطلاقه الكبير قوي بالنسبه لي. يعني المسلسل الكبير من انجح مسلسل كوميدي بتاريخ مصر انا بالنسبه لي يعني. لكن مسلسل اللعبه نجح برضو في السلسله بتاعته ان هو يكمل من الجزء الاول لغايه وصلنا الجزء الرابع، ونفس النجاح محققه لحد الان والقاعده الجماهيريه اللي فيه. يعني مفيش مسلسلات عملتها كتير. يعني بالنسبه لي مسلسل اللعبه ممكن يجي بعد
كبير قوي في الحته دي، ان هو عمل قاعده جماهيريه كبيره، والمسلسل ناجح لحد الان الاجزاء الاربعه. والفكره بتاعت المسلسل اصلا حلوه جدا وعجباني، ممكن نوصل يعني الجزء ال50 وما نملش، يعني الفكره دي فيها قماشه كبيره جدا، يعني ممكن تستحمل اجزاء كتير جدا الى ما لا نهايه، يعني مش بأوفر، يعني حرفيا المسلسل يستحمل انه يتعمل اجزاء، بس يتعمل صح كل جزء يبقى اعلى من الجزء الاولاني ده، وهيستمر على اجزاء ويكمل بعد السلسله دي، لان المسلسل بصراحه حلو جدا. وشيكو وهشام بالنسبه لي عاجبني جدا في المسلسل ده، وفي كوميديا بين الشخصيتين دول، وانا بحب الصراحه يعني فريق مازو، وبحب اشجعه يعني، وشايف الفريق اللي معاه هو اغبى فريق ممكن تمتلكه يعني واللي نابع منه الكوميديا. اتمنى بعد ما يخلص باقي المسلسل اقول ان المسلسل عجبني جدا، وهو افضل جزء عن الاجزاء الثلاثه اللي فاتوا. اتمنى هذا. طبعا ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه، وتعمل لايك، وتعمل لي فولو على فيسبوك، وتعمل لي فولو على انستجرام، وبرضه انا على التيك توك موجود، ممكن تتابعني برضه، يعني تابعني في ال3 منصات ده. لو في تويتر ممكن برضه تلقاه في الديسكريبشن تحت، انا مش حارمك من حاجه. وتعمل لايك بقى للفيديو عشان ده بيساعد في انتشار الفيديو ويوصل لناس تانية كتير. وسلام.